انت ساقط يلا يلا، انت ساقط يلا. يعني اللعيبه بتنزل واخده في اول الماتش 6 من 10. ايه التقييم ده؟ انت ساقط يا ابني. اهلا بيكم في فيسبوك طاير، وكلامنا عن الدوري الاسباني وريال مدريد ومستر كارلو انشيلوتي اللي تعبني وجاب لي خلاص، جاب لي ضيق نفس. بقيت اتفرج على ماتشات الريال بيجي لي ضيق نفس بسبب العشوائيه ومفيش خطه والناس بتلعب لوحدها وكل واحد يا معلم ينزل يعمل اللي نفسه فيه. هو انا مش بقالي اسبوعين قاعد من المكان ده بقول لك حافظ على الدوري، حافظ على الدوري يا عم، ابوس حواجبك. مفيش لان انت بقالك 6 سنين، يعني اتمرنت الريال 6 سنين ما شفتش منك دوري بتاخده يعني بطريقه حلوه بكره حلوه. لا، 2022 الموسم كان صعب جدا، كان صعب وخدت الدوري فيه وخسرت من برشلونه 4-0 في البرنابيو، وكان في امل لولا ان برشلونه كانت فرقه واقعه اصلا. 2014 قدام اسوأ نسخه لبرشلونه بتاعت تاتا مارتينو وكنت متصدر، خسرت الدوري وخسرت الدوري وطلعت الثالث، واتلتيكو مدريد مع سيميوني خد الدوري منك. 2015 خد برشلونه منك الدوري لويس انريكي بعد ما كنت متصدر بفرق 10 نقط وعامل 22 فوز متتالي. فيا عم انا تعبت منك ومن سيناريوهاتك ومن طريقه لعبك في اي دوري لعبته مع ريال مدريد، لان خلاص احنا مش قادرين. انا قايل لك حافظ على الدوري، ماتشاتك سهله، حافظ على الفرق ده، حافظ على فرق ال7 نقط ما بينك وما بين برشلونه، وحافظ على ال4 اللي ما بينك وما بين اتلتيكو لحد ما تيجي تلاقي قابل اتلتيكو. لا ليه بقى ليه وليه احافظ على الدوري ليه؟ يعني ناخد الدوري كده سهل، نخلي الفرق سهل ما بيننا وبين برشلونه كده ونبقى مستريحين؟ لا، ازاي لازم نخسر ولازم ندخل كله في المنافسه ويلا سخن الدوري وشعلله. لا، نيجي في ماتش سهل قدام اسبانيول نلعب كوره زي الزفت، يعني 80 دقيقة ما بتغيرش، يا دوب بس في الدقيقة حاجة و70 طلعت سيبايوس، يعني سايب لعيبة نص الملعب دي كلها، سايب بلينجهام اللي مش موفق، سايب فالفيردي اللي انت نحلت وبره والراجل خلاص كلته مفيش منه، مش فاضي، الراجل تعب مش قادر. لا، وتطلع سيبايوس. الحسنة الوحيدة اللي انت عملتها بعد ما رجعته في التشكيلة الأساسية وابتدى نص الملعب بتاع ريال مدريد يلعب كورة، ونزل مودريتش اللي يعني راجل كبير الله يعينه اسطوره وكل حاجه، بس خلاص هو مش قادر. جون هجمه مرتده من مودريتش، كوره بتتقطع من مودريتش ما رضاش يعمل فاول او ما يقدرش يعمل فاول، وتيجي بقى يعني تتلعب من الجنب اليمين للجنب الشمال ورا بقى ايه، ورا الاثنين الزباين شاوميني وفاسكيز، يعني اللي هو يعني حسب الله ونعم الوكيل. ف انا مش عارف انت عايز ايه مني وعايز ايه من جماهير ريال مدريد. يعني روديجير اتصاب وخلاص، اسينسيو ده امر الله واجب، يعني بالعافيه بالذوق هيلعب دفاع، ومعانا فاسكيز، ويعني ربنا يستر بقى، ربنا يستر على اللي جاي في ماتش اتلتيكو وماتشات السيتي وانت فاهم اللي فيها. الفرقه بقت لا فيها دفاع ولا الهجوم اللي نص فرق العالم تحلم باتنين منهم بس من الاربعه، يعني انت عارف مش عارف تعمل بيهم حاجه، لان الثلاثه مع بعض فينيسيوس ومبابي ورودريجو يا معلم انت مش عارف تلعبهم مع بعض. هم الناس محتاجين مدرب صاحي واقف على الخط يعمل ادوار محدده ما بين الثلاثه، ومعاهم بلينجهام اللي بقى تايه جدا، تايه في نص الملعب كثالث ومش عارف يكمل معاهم، يبقى الرابع بتاعهم ولا نص ملعب، والراجل بقى يعني غير الموسم اللي فات خالص. بيطلع منه ماتشات كويسه بس مش هو ده بلينجهام، ومش هو ده بلينجهام الموسم اللي فات، ومش هو ده رودريجو الموسم اللي فات، مش هو ده فينيسيوس الموسم اللي فات. فانت عشان تلعب الناس كلها بوظت منظر الناس كلها، بوظتهم خالص. يعني انا مش فاهم ابراهيم دياز ده انت منزله الدقيقه 87 يعمل ايه؟ انت كمدرب واقف على الخط وماتش سهل اسبانيول متعادل فيه ومقفل لك خطوطه، مستني تنزل ابراهيم دياز في الدقيقه 87 بعد ما يخش فيه الجول ليه؟ يا بني ادم رد. يعني انا نفسي افهم الراجل ده اللي كان بتنزله السنه اللي فاتت في الدقيقه 70 وبتاع وما بياخدش وقت كويس وكده، وكان لما بتلعبه كان بيلحقك وبيعمل اداء كويس في الوينج اليمين، منزله الدقيقه 87 في 5 دقائق هيعمل لك ايه؟ اردا جولر انت معاده على الدكه خلاص، موتت الواد ميت، ولما بينزل اصلا يا عيني خايف يباص الكوره غلط عشان ما يقعدش تاني. فانت بقى داخل على ماتش اتلتيكو مدريد وداخل على ماتش السيتي، يعني انت فاهم السيتي اللي كل الفرق الدوري الانجليزي بتلطش فيه دلوقتي، انت هتيجي تديلهم فرصتهم بقى، فرصتهم في الحياه، فرصتهم في العوده، وتديلهم نفس كده ان هم يلعبوا ماتشين دوري ابطال حلوين كده. ازاي يعني ندوس عليهم؟ لا ما ندوس. اما فينيسيوس بقى
يعني فينيسيوس الثالث بتاع الخط القداماني ده، يعني انا في فينيسيوس انا مش فاهم ايه التقييم ده يا ابني؟ ايه التقييم ده؟ يعني انت ساقط يلا يلا، انت ساقط يلا. يعني اللعيبه بتنزل واخده في اول الماتش 6 من 10. ايه التقييم ده؟ انت ساقط يا ابني يا حبيبي. يعني روح حسن من نفسك وارجع لنا. انا مش عارف يعني، انت شفتنا نازلين ملحق وبنلعب ملحق دوري ابطال، عجبك الموضوع؟ ايه التقييم ده؟ ده انت يعني لو بصتين صح هتاخد تقييم اعلى من كده. انت كده ما جيتش، يعني انت مركز في كل حاجه في الملعب الا الكره اللي في رجلك. يعني انت تاخد، يعني ده منظر لعيب عايز ينافس على البالون دور السنه دي؟ ده مش منظر لعيب ينافس على البالون دور. يعني انت اخرك تنافس دونجا لاعب الزمالك على صياح الموسم. انت بتنزل تصيح في الحكم، في الجمهور، في لعيبه الفريق المنافس، في اي حد. انما الكوره لا، انت مش مركز فيها. يلا فينيسيوس ده انت رونالدو يعني مش هقول لك بقى جماهير المنافس اللي بتصفر عليه، ده كانت جماهير البرنابيو بتصفر عليه، فيروح جايب هاتريك وسوبر هاتريك كلهم انا هنا وانا اهو، والراجل كان واخد ساعتها يعني 3 4 بالون دور. فانت شايف نفسك على ايه يعني؟ عشان موسمين حلوين انت شايف نفسك في الفرقه على ايه؟ وبتشتكي في قدام الكاميرات ان الناس مش بتلعب لك الكوره. ما يا حبيبي الكوره اصلا اسهل من كده، اسهل من اللي انت عمال تعمله. انت ما بتقدمش دلوقتي الموسم ده اي اضافه للفرقه خالص، كلها يعني كام ترقيصه وكام لقطه. فانشيلوتي بقى يعني قدامه كده ماتش الكاس، ماتش ليجانيس اللي انا اصلا خلاص احنا مش واثقين، انا مش واثق فيه ولا تقريبا يعني زي كل المدريديه، فعادي ممكن يطلع في الكاس في الدور ده ولا الدور اللي بعده. الدوري الوحيد اللي كان طلبي منه بوظ الدنيا وسخن الدوري، وبرشلونه يعني ما اظنش انه هيفوت فرصه زي دي، لان الفرق بينك وبينه بقى 4 نقط. وداخل بقى على ماتشين دوري ابطال ضرب نار بخط دفاع طبعا مضحك. انت مش سبب فيه لان كان عندك نقص، بس رودريجير كمان عندك اتصاب. وريني بقى يا معلم هتحل الدنيا دي ازاي؟ هتبقى تنزل تدافع قدام جوارديولا بخط الضحك ده، ولا هتنزل تعمل ايه بالظبط؟ يعني خلينا نشوف، لان انا في الاخر انا عارف ان هيجي على شهر 3 انت هتخسر صداره الدوري. ده ممكن يكون قبل شهر 3 كمان، انت عندك ماتش اتلتيكو مدريد، وعندك بعد كده اساسونا بره، وما بينهم ماتشين السيتي. وبرشلونه مش هيفوت فرصه زي دي، لان برشلونه الناحيه الثانيه بقى، برشلونه كسب ديبورتيفو الافيز الرخم جدا في دفاعه، بس يعني برشلونه عنده طريقه لعب ونظام، قدم كره حلوه. ليفاندوفسكي الهداف يخطف جون بتحرك ذكي جدا بعد كره لامين يامال، وبدري اللي ماسك نص الملعب وبيعزف كمانجا. الراجل مفوق فرقته كلها. وليه بقى كل ده؟ لان في مدرب بره واقف على الخط، في خطه للفرقه، في طريقه لعب. ما استكبرش يطلع رافينيا في الدقيقه 60، وما استكبرش يطلع اروخو اللي كابتن من كباتن الفرقه ما بين الشوطين او في الدقيقه 46. فده الفرق. انت بقى الناحيه الثانيه بتلاعب يعني الثلاثه امبابي وفينيسيوس ورودريجو، ومش عايز تغير حد، مش عايز تغير حد خالص. فهانز فليك عامل فرقه قويه جدا، فرقه الاحتياطي بينزل وليه فرصه، فيرمين لوبيز بينزل وبيخلص ماتشات، البدري فايق، لامين يامال الراجل اللي ابو 17 سنه انا مش عارف عايز مننا ايه. يعني الراجل بيقدم موسم عالي قوي قوي قوي، وهيبقى من المرشحين للبالون دور وهو في سن 17 سنه. وبيفكرني بقصه واحد كده ارجنتيني، يعني ربنا ما يعود مسيرته. ف يعني لامين يامال وبدري وليفاندوفسكي ورافينيا وكوبارسي، العيال كلها في حالتها، العيال كلها في حالتها. عشان كده من بدري كنت بقول برشلونه هو الاقرب للدوري، لان في منظومه لو فشلت في ماتش ولا ماتشين ففي منظومه بتعرف تكسب وبتعرف ترجع. انما انت يا عم انشيلوتي انت معتمد على فرديات لعيبتك، لو فرديات لعيبتك دي مش موجوده او مفيش تفاهم، او واحد يعني حب يرخم في الكوره وما يبقى اناني وما يلعبش، فعادي تخسر نقط وتخسر ماتشات. ونيجي بقى اتلتيكو كسب ماتش سهل قدام مايوركا، يعني كان بيلعب سالوس والفاريز تحت المهاجمين. وانا شايف ان يعني الفاريز يبقى التسعه الاساسي ده احسن بالنسبه لاتلتيكو جدا. اتلتيكو عنده ماتش ريال مدريد، ويعني عارفين بقى سيميوني سجله مع انشيلوتي في ماتشات الدوري عامل ازاي، يعني انا مش عايز اقول لكم لان انا حافظه صم. فسيميوني الماتش الجاي صعب جدا على الريال، واتلتيكو فرصه ان هو يعني يوصل للصداره. والفرقه طبعا عندها نواقص كتير انا عارف، بس اتلتيكو برضو بيقدم كرة كويسه، بس فردياته ما بين برشلونه مقارنه ببرشلونه او ريال مدريد هي اقل. عشان كده انا شايف ان هو مش هيقدر يوصل لحد اخر نفس ويقدر يكسب الدوري، الا لو بقى شفنا مفاجآت يعني في الاسابيع الجايه. وعايز اتكلم بقى كلمه كده على حكام اسبانيا. حكام اسبانيا اللي ما يفرقوش حاجه عن حكام الصين. حكام اسبانيا اللي بقى لهم
تقريبا سنتين او ثلاثه بيعملوا كوارث، والله بيعملوا الكوارث دي لبرشلونه والريال والاتليتيكو وكل الدوري، لان مستوى الحكام اسبانيا ده صعب جدا. يعني انا مش عارف حكام اسبانيا محتاجين اكتر من كده. الفار موجود، لا حكم الفار بيعمل كوارث، حكم الساحه بيعمل كوارث، اللاين مان بيعمل كوارث، حتى يعني الكروت الحمراء تطلع في حاجات تافهه وفي حاجات تانية ما تطلعش. فده مش معناه ان ريال مدريد على فكره خسر بالنسبه له بالتحكيم، لا انت مش محتاج تبرر اصلا ان التحكيم وقف ضدك، لان ماتش اسبانيول ده المفروض تنزل تاخد يعني اسبانيول 3-4 وتاخد 3 بونت في ايدك وتروح. بس مستوى الحكام عامه في اسبانيا بقى يعني مش لطيف يعني خالص. نيجي بقى للدوري الانجليزي والمتصدر ليفربول، وماتش كان صعب قدام بورنموث وقدر يكسب عشان في لعيب طبعا اسمه محمد صلاح موجود في ليفربول، الراجل الايكونيك اللي بيقدم موسم هو كمان جامد جدا ومرشح للبالون دور السنه دي. الراجل عمل ار2 من بتاعه محمد صلاح، كنا زمان بنقول ار2 روبن، لا هو في دلوقتي ار2 باسم محمد صلاح. تقريبا الدوري الانجليزي كله بيتكلم عليها، والليفر زي ما قلت لكم كده مش هيفوت اي فرصه للفوز بالدوري، وهيهد اي فرصه تضييق نقط ما بينه وبين اللي وراه، لان الماتشات كمان اللي جايه عنده ماتش جودسون بارك ايفرتون، وعنده ماتش مانشستر سيتي. لو قدر يعدي المرحلتين دول في الجولتين دول لحد اخر الشهر، متهيألي كده ليفربول هياخد يعني هيأمن نفسه اكتر بالدوري وهيأمن نفسه اكتر بفرق النقط، لان الفرقه كلها يعني في حاله كويسه. زي ما اتكلمنا قبل كده، جرافنبرج وسوبوسلاي وجاكبو ولويس دياز، اللي مش فايق في واحد فايق شايل الفرقه مكانه. وقيمه محمد صلاح في الفرقه دي احنا شفناها كويس قوي على مدار الموسم. ومع ان الماتش كان صعب وبورنموث باريولا يعني غير محظوظ في الماتش ده خالص، وشفنا الفرص اللي ضاعت لبورنموث. ف ليفربول هل هيقدر بقى تاني خلال الشهر ده يفضل محافظ على الفرق كده ويطهق اي حد بينافسه، وانا مش هخسر اي نقطة ومش هسيب اي فرصة حد يقرب مني؟ لان بقى وراه ارسنال اللي بيلعب مانشستر سيتي، وارسنال اللي يعني اللي مسك مانشستر كده خد منه القديم والجديد، وارتيتا قال له انا بابا يلا، يعني انا البابا وانت التلميذ. مسك جوارديولا تقريبا من اسوأ ماتشات جوارديولا، زي ماتش باريس بالظبط. انا كنت فاكر ان ماتش باريس هو اسوأ ماتشات جوارديولا اللي شفتها له على مدار تاريخه، لا هو ماتش ارسنال كمان اسوأ واسوأ. 4 تجوان برضه في الشوط الثاني، 4 تجوان بعد يعني استحواذ وكعوب وشباب صغيره، نوانيري ولويس كيلي وشباب صغيره بتلعب بلعيبه السيتي، والراجل دفاعه هش. الراجل بيب جوارديولا دفاعه هش، ونص ملعبه يعني نص ملعبه اتاكل. عشان كده راح جاب نيكو جونزاليس من بورتو في اخر يوم سوق انتقالات عشان يقدر يعني يلحق يلم الدنيا. هالاند خد تريقه من لعيبه ارسنال 1-1 ومرازيه، وجابرييل اللي قال له ستي هامبل وهات لي الجزمه دي كده ولبسها لي، ولويس كيلي اللي احتفل نفس احتفاله، والجماهير كلها اللي كانت بتزوم عليه. اي نعم الراجل سجل وقال لهم انا معايا دوري انجليزي وانتوا لسه لا، بس ماتش مهم لمانشستر سيتي، وفي ظل طبعا الماتشات وجوارديولا المستوى اللي الفرقه بقت واقعه فيه خالص، والراجل لسه بيدور على حلول ومش عارف هيوصل لحلول امتى. نيجي ندي الحق لارسنال بقى. يعني ارسنال بكاي هافرتز اللي بيجي كده في ماتشات يقول لنا انا فيرود من حته تانية، او انا لعيب من عالم تاني، ومع انه ضيع فرصه ما تضيعش، بس الراجل سجل جول برده حلو قوي. وبارتي اللي عمل في نص الملعب ملحمه قدام لعيبه السيتي كلها، وجابرييل وصليبا، ودفاع ارسنال اللي جامد قوي، لويس كيلي الولد الصغير عنده 17 سنه اللي جاب جول، وهو اصلا على الدفاع مخلى فودن مش شايف قدامه. والناحيه الثانيه يعني نوانيري لما نزل وينج يمين وخطف واحده ار2. لا ارسنال محتاج بس صفقه، كان محتاج مهاجم، وكنت اقول لكم ان ارسنال هيفضل منافس على الدوري لحد اخر الموسم. الراجل بس غير محظوظ ان مفيش فيرود لحد دلوقتي عارف يجيبه،
وان ارسنال، انا بصراحه شايف ان ارسنال يقدر يعني يفضل مرخم على ليفربول لحد اخر الموسم. بس الفكره في المهاجم، الفكره في النواقص البسيطه. ولو ارسنال نزل كل ماتش قدام الفرق الصغيره اتعامل ان هي زيها زي السيتي بغل، بانه ينزل يخلص الماتش في اول شوط، هتفرق كتير قوي. هتفرق كتير قوي، ان ارسنال مشكلته في الماتشات الصغيره. ارسنال بيضيع نقط سهله قوي في ماتشات صغيره. ارسنال عنده الجولات الجايه نوتنجهام، وبعد كده ماتش مانشستر يونايتد، فبرضه منافسه الدوري هتبقى ارخم شويه. بس انا شايف ان ارسنال لو فضل بمستوى ماتش السيتي ده، لا يقدر يكسب الماتشين ويقدر يفضل مرخم على ليفربول. ونوتنجهام في المقابل عنده برضه ماتشات رخمه. انا مش فارق معايا نوتنجهام ينافس على الدوري، لان نوتنجهام اصلا عمل خلاص ملحمه حلوه قوي، كلنا قاعدين مستنيين شايفين ايه اللي هيحصل وشايفين نوتنجهام وهو ماسك بايديه واسنانه في مركز لدوري الابطال. زي كل سنه بنشوف فرقه جديده كده في دوري الابطال، واستون فيلا شفناها السنه دي وعامله موسم حلو في دوري الابطال. فواضح ان نوتنجهام هيبقى الفريق الجاي. والراجل كريس وود الفيرود الهداف 33 سنه يجيب هاتريك ويكسبوا برايتون 7-0، وإيلانج يعمل هاتريك اسيستات. والفرقه في فرقه صغيره بعنصرين 3 خبره، نونو سانتو يعني بيعمل موسم تاريخي، بعيدا عن طبعا موسم توتنهام اللي كان فيه وحش جدا، وبره بقى انجلترا مع الاتحاد السعودي. لا الراجل بيكشف عن نفسه تاني وبيقول انا اهو، وبيقدم فرقه قويه جدا في الدوري. ومتهيألي نوتنجهام هيفضل في التوب فور، مع ان تشيلسي ومانشستر سيتي مش هيسيبوه. بس نوتنجهام بالفرقه دي وبالمنافسه دي، يعني على الاقل على الاقل في اسوأ الظروف لو حصل دروب في اخر الموسم، الراجل هيفضل في بطوله من البطولات الاوروبيه، اذا كانت اوروبا ليج حتى او كونفرنس كاب. نيجي بقى للدوري الايطالي. الدوري الايطالي ونابولي وانتر ومسلسل الموسم في ايطاليا. يعني انت تكسب انا اكسب، انت تقع انا اقع. انتر يتعادل في الديربي قدام ميلانو، وانتر كان حظه وحش جدا في فرصه وفي استحواذه، وقلنا انتر عنده فرقه قويه جدا جدا. بس واضح ان كونسيساو جاي يرخم على الانتر. بس يعني انا مش انا ممكن اتعادل واخسر في ماتشات تانية، بس انا انتر ده مش هيكسبني. فالانتر يتعادل مع الميلان في ديربي ميلانو، وفي المقابل نابولي يفوت فرصه بقى ان هو يتصدر لوحده، فيتعادل مع اي سي روما في ماتش كان برضو صعب جدا على نابولي. ليظل كده الدوري الايطالي يعني راس براس. هنفضل كده في المنافسه دي وكتف في كتف لحد امتى؟ لسه مش عارفين، لان الدوري الايطالي صعب. الانتر عنده هيبقى تشامبيونز ليج هتضغط فيه الفتره الجايه. نابولي الموضوع بالنسبه له اسهل شويه، فاحنا كلنا مستنيين. يعني تفتكروا بقى يعني نابولي هيقدر تفتكروا بقى نابولي هيقدر يعني في ظل بقى ضغط انتر في الماتشات الجايه الصعبه جدا، وعنده اتلانتا وعنده بعد كده دوري الابطال، يقدر نابولي شويه بقى يعني يفرق؟ ولا هيفضل يعني الجري ورا بعض ده لحد اخر الموسم، لحد اخر 3-4 جولات؟